الراجل اللي بيستمتع بالنزول لوحده ويسافر لوحده ويخرج لوحده من غير مراته وولاده، تعملي معاه ايه؟ لانك سكتي على حاجات ما كانش ينفع يتسكت عليها من الاول. بتقعدي بقى تقولي لنفسك اما اسيبه يتفسح ويخرج وبلاش انكد عليه ويفرفش كده لوحده بعيد عننا، ما هو مش متعود لسه على الحبسه والمسؤوليه، ويا عيني بتبقي فاكره انك كده بتكسبيه وانك سبور بقى ومش مقفله ومش ست نكديه، وتقعدي تقولي لنفسك اما يخرج ويتفسح وانا عارفه احسن ما يخبي عليا. غلطانه. هتقولي لي ماشي يا قروبه غلطت واللي حصل حصل، اعمل ايه دلوقتي وانت قاعده تبكتي فيا؟ هقول لك. اولا الراجل ده مش مسؤول وما بيحبش يشيل مسؤوليه وما عندوش دم واناني. اسمعي بقى كده معايا واسمعيني، هتاخدي وقت، اي نعم هيحصل شويه مشاكل وهيفضل بقى يقول لك هو مين اللي مسلطك عليا، اوعي توريه الفيديو ده وتقولوا له ان انا اللي قلت لك. المهم هو هيفضل يحارب علشان يفضل زي ما هو، وهيفضل ينكد عليكي نكد السنين عشان تتراجعي عن قرارك. بس انا زي ما قلت لك اصمدي وخليكي على جمله واحده، يا تخرج بينا يا تقعد بينا، بس خدي بالك ما تافورش منك وتكبري الموضوع. بس بعد ما يتعود ان هو يخرج معاكوا ويسافر